النهارده انا جاي اكلمكم على الاي 25 من سامسونج. وبصراحه السبب اللي خلاني اعمل فيديو عن الموبايل ده ان الموبايل ده بيجي في فئه سعريه ناس كتير قوي بتدور فيها، وهي فئه من 10000 جنيه ل 12000 جنيه. وفي الفئه السعريه دي قلت لازم اكلمكم على السامسونج اي 25، وهقول لكم ايه هي مواصفات الجهاز وعيوب الجهاز وكمان المميزات وكل حاجه تخص الجهاز ده. ولكن قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك ورا بعض، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا وربنا ينصرهم ان شاء الله على عدوهم وعدونا، وربنا ينصرهم قريبا جدا جدا جدا، وان شاء الله النصر قريب. سامسونج زمان كانت بتقدم موبايل في الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه، حتى الفئه الاقتصاديه العليا موبايلات ما بتنافس خالص. ولكن سامسونج بقى لها فتره من اول سلسله الاي 14 والاي 24 والاي 34 والاي 54، الاجهزه بتنافس وبقوه في الفئه السعريه دي. والاي 25 بيتميز ان زيه زي بقيه الاجهزه بتاعه سامسونج بتنافس في الفئه السعريه بتاعتها بقوه وبشده. الاي 25 بيجي بظهر بلاستيكي وكمان بيجي بفريم من البلاستيك، يعني الجهاز مصنوع من البلاستيك، ولكن الشاشه نفسها مصنوعه من الازاز. وعلى فكره دي حاجه برضو، على قد ما البلاستيك هو خامة رديئة شوية وما بتحسش ان الجهاز فخم، هو الجهاز كده كده هو فئة اقتصادية عليا، فانت مش هتحس ان الجهاز فخم قوي. ولكن دي ميزة ان الجهاز برضو مش هيتكسر بسرعة. لو الظهر بتاعه كان ازاز كان من السهل جدا ان الظهر بتاعه يتكسر، فدي بتبقى ميزة شوية ان الجهاز بيستحمل شوية بالنسبة ان هو بلاستيك وكده، مش بيتكسر زي الازاز. طبعا بيتكسر وبيحصل فيه مشاكل ولكن مش زي الازاز. والجهاز طبعا بيجي بتصميم الثلاث كاميرات الشهيرة بتاعت سامسونج اللي موجودة في كل اجهزتها لحد سلسلة الاس 24. وحرفيا لو انت بصيت على الجهاز ده من بعيد وما مسكتوش في ايدك وبصيت على الاس من بعيد من الظهر، ممكن تحس ان مفيش فرق، ما تعرفش الفرق اصلا ما بين الجهازين، لان فعلا سامسونج مخليه نفس الشكل بالظبط بتاع الكاميرات في الظهر. وبالنسبه للفريم، سامسونج خلت شكل الفريم كده هو حاد شويه، وفي من عند زرار التعلية والتوطية كده زي بومبي شوية، فهو التصميم اتغير حاجة بسيطة قوي بالنسبة للفريم، وبقى حاد اكتر، وبقى مايل زي يعني بقى مايل لشكل اجهزة الايفون، اللي هو الفريم الحاد والكلام ده كله. ولكن زي ما بقولك الجهاز في الفئة الاقتصادية هو جهاز ممتاز وجهاز موفق جدا من سامسونج، لانه بيقدم تصميم خرافي. ويمكن الشيء اللي بيضايقني في التصميم هنا هو تصميم الشاشة، لأن الشاشة بتيجي بحافة سفلية كبيرة، وكمان بيجي بتصميم الدروب نوتش، يعني مش خرم في نص الشاشة يبقى صغير مثلا يبقى خلي شكل الشاشة أحسن، الحواف مثلا مش أقل حاجة، لا، في الفئة دي أجهزة بشكل شاشات أفضل. والجهاز كمان بيجي بدرج شريحة مكون من شريحتين، يعني تقدر تستخدم الجهاز ده وتحط فيه خطين عادي جدا. وكله كوم بقى، وان الجهاز ده كمان بيدعم تقنية ال NFC، ودي حاجة أصلا مش بنشوفها في الأجهزة بتاعت الفئة المتوسطة، دايما بنشوفها في أجهزة الفلاج شيب، الأجهزة اللي بتكون فوق ال 25 و 30 ألف جنيه، فإن أنت تلاقيه في جهاز في حدود ال 11 ألف جنيه فده شيء مبهر. ومش بس كده، الجهاز كمان بيدعم شبكات ال 5G، يعني تقدر تستخدم الجهاز ده لما ال 5G تخش مصر، هتقدر تستخدم الجهاز ده 5G عادي جدا. ولو أنت أصلا عايش في دولة عربية تانية بتدعم ال 5G فهتقدر تستخدم 5G عادي جدا على الجهاز ده. وكمان وزن الجهاز هنا 197 جرام، وهو وزن في المتوسط في حدود 200 جرام، وزن ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، هو وزن في النص، وزن تقدر تستخدم الجهاز ومش هتبقى حاسس بأي مشكلة. ولكن بقى زي ما قلت لك من شوية ان شكل الشاشة كشكل وكتصميم ما عجبنيش، ولكن مواصفات الشاشة في الجهاز ده عجبتني جدا. الجهاز ده بيجي بشاشة 6.5 انش، وكمان بيجي بشاشة سوبر اموليد بدقة فول اتش دي بلس، بكثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش، يعني انت بتتكلم في حوالي 400 بكسل، وده شيء بالنسبة ل6.5 انش فهو في المتوسط. يعني الشاشة بتكون شارب وحلوة، ولكن مش اكتر شاشة شارب في الدنيا، لان في شاشات بتكون 450 460 500، ولكن انا بالنسبة لي 396 بكسل في الفئة السعرية دي ده ممتاز جدا وشاشة شارب جدا مقارنة بأي موبايل تاني.
ومش بس ده اللي بيميز الشاشة هنا اللي بيميزها ان هي بتيجي 120 هرتز. فانت طبعا عشان تروح لجهاز 120 هرتز بتبقى عايز تدفع مبلغ، ولكن دلوقتي خلاص ال 120 هرتز بقت متاحة في اجهزة فئة متوسطة واجهزة فئة اقتصادية كمان. فانت تدفع 11000 جنيه 10000 جنيه وتروح تجيب جهاز 120 هرتز عادي جدا. ودي طبعا مش موجودة في سامسونج بس، لا في معظم الشركات بقت تنزل اجهزة دلوقتي 120 هرتز. وكمان الجهاز هنا بيوصل ل 1000 نيتس، يعني نسبة سطوع الشاشة 1000 نيتس، ودي نسبة محترمة مش هتواجه معاها مشكلة. في أشعة الشمس برضه هتقدر تستخدم الجهاز. مش هيكون اكتر حاجة سطوع لان طبعا في اعلى من كده، ولكن هي معتدلة وكويسة جدا مش هيقابلك معاها مشاكل. فبصراحة الشاشة هنا من احلى الشاشات اللي انا شفتها على اي جهاز في الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة. فانت لو بتحب تتفرج على محتوى كتير فالجهاز هنا هيكون ممتع بالنسبة لك وهتقدر تتفرج على محتوى بشكل كويس. نيجي بقى دلوقتي ونتكلم عن المعالج. فهل المعالج بينافس وبقوة ولا تعبان وهنركنه على جنب؟ الجهاز هنا بيجي بمعالج اكزينوس 1280 اللي بيجي بتقنية ال5 نانومتر، وكمان بيجي بمعالج رسومي المالي جي 68. والجهاز على منصة انتوتو بيقدم حوالي 480 ألف نقطة، وده شيء محترم في الفئة السعرية دي. ومش بس كده، الجهاز ده بيجي طبعا باندرويد 14 وسامسونج بتضمن لك 4 سنين تحديثات اندرويد وخمس سنين تحديثات امنيه. فده شيء خرافي. انت هتجيب جهاز ب 10000 11000 جنيه هيقعد معاك 4 سنين عادي جدا وبيوصلوا تحديثات ومفيهوش اي مشكله. وكمان الجهاز ده بيجي بنسختين رام، نسخه 6 جيجا بايت ونسخه 8 جيجا بايت، والنسختين قريبين جدا في السعر، فرق حوالي 600 700 جنيه. فانا انصح ان انت خليك في ال 8 جيجا بايت. وهات طبعا بتبدا بمساحه 128. عندنا اللي منتشر في مصر 8 جيجا بايت 256 و200 جيجا بايت وسعره حوالي 12000 جنيه في الحدود دي. وبالنسبه للنسخه ال 128 6 جيجا بايت بيجي حوالي 11000 وممكن تلاقيه ارخص من كده شويه. طب احنا دلوقتي اتكلمنا حبه حلوين بقى ايه في الاداء، وقلنا ان الاداء كويس وهتقدر تلعب على الموبايل العاب وكل حاجه على الجهاز هتكون سلسه وجميله، وهتقدر تستخدم الجهاز سوشيال ميديا. وجهاز مستقر والوان يو اي تحفه على الاجهزه بتاعت سامسونج دلوقتي. في ناس كتير جدا مهتمه بالتصوير وعايزه جهاز كويس في الفئه السعريه دي يقدم تصوير كويس ويقدم كاميرات كويسه. فالجهاز هنا بيقدم لك 3 كاميرات، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. وكمان الكاميرا الاساسيه هنا ال 50 ميجا بكسل بتيجي بفتحه عدسه اف 1.8 وبتدعم التثبيت البصري او اي اس، فدي ميزه قويه جدا في جهاز في السعر ده. والجهاز هنا بيقدم تجربة تصوير محترمة جدا جدا جدا. كمان في الفئة السعرية بيقدم صور حلوة، صور بيور، صور الشارب بتاعها كويس، المعالجة بتاعت الصور كويسة قوي. الصور ما بتبقاش لاسعة قوي زي قبل كده. قبل كده كانت سامسونج عندها مشكلة اصلا في المعالجة بتاعت الصور، ولكن المعالجة اتحسنت جدا وبيقدم لك صور فعلا يعتمد عليها وتقدر تستخدمها في السوشيال ميديا عادي جدا. ده طبعا بالنسبه للكاميرا الاساسيه. والكاميرا الالترا وايد بتقدم صور برضو الى حد ما معتدله ما فيهاش اي مشكله. وبالنسبه للكاميرا الماكرو اصلا انا ما بستخدمهاش وما بحبش الكاميرا الماكرو، يعني في الاجهزه بالذات بتاعت الفئه الاقتصاديه او الفئه المتوسطه بتكون الكاميرا الماكرو سيئه جدا. ولكن بقى اللي بيميز الجهاز هنا اكتر حاجه هو تصوير الفيديو، لان الجهاز بيصور 4K 30 فريم في الثانيه. جهاز فئة اقتصادية عليا بيصور 4K، ودي ميزة خرافية. يعني انت لو عايز الجهاز هنا تصنع بيه محتوى، تصور بيه فيديوهات 4K، بتحب تصور فيديوهات كتير، فالجهاز هنا هيكون مريح جدا بالنسبة لك. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فالكاميرا الأمامية هنا 13 ميجا بكسل وبتصور لحد 1080 30 فريم في الثانية. الكاميرا الأمامية برضو بتطلع صور حلوة، ممكن بس لون البشرة ما يبقاش افضل حاجه، ممكن بس محتاج شويه معالجه او شويه ايديت على الصوره، ولكن الصوره بتطلع كويسه وبيطلع التفاصيل بتاعتها حلوه جدا. وقبل ما اكلمك على البطاريه نسيت اقول لك ان الجهاز كمان بيجي بستيريو سبيكر، يعني هتقدر تسمع صوت محيطي حلو جدا، صوت ستيريو حلو جدا. فالجهاز يعني بص مش ناقصه اي حاجه. انا لحد دلوقتي انا مش عارف اطلع له عيوب. يعني قعدت اتكلم شويه عن مثلا ان هو بلاستيك، مع ان اصلا من الطبيعي ان في الفئه السعريه دي هتلاقي معظم الاجهزه بلاستيك، ولكن بطلع عيوب هي في الظاهر عيوب ولكن في الفئه السعريه بتاعته هي مش عيوب.
فاهمني؟ انتوا فاهميني طبعا. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم عن اخر حاجه وهي البطاريه. مش هتكلم عن البطاريه كتير، البطاريه 5000 ملي امبير وبتشحن لحد 25 واط، والبطاريه هتكمل معاك اليوم مستريح، مفيش اي مشكله من ناحيه البطاريه. وبطاريات سامسونج عموما بقت في تطور ملحوظ الفتره اللي فاتت. وطبعا ما ننساش ان البصمه بتيجي جانبيه مش في الشاشه، والبصمه هنا سريعه واعتمد عليها، والبصمه عامه اللي بتكون في جنب الشاشه اللي هي بتكون في الفريم يعني بتكون سريعه اسرع من اللي بتبقى موجوده تحت الشاشه، بالذات في الفئه المتوسطه. وخليني بقى الخص لك الكلام كله في دقيقه كده، ان الموبايل الاي 25 موبايل ممتاز ويعتمد عليه، موبايل حلو جدا في الفئه السعريه دي، وموبايل مش هتحس معاه ان انت ناقصك حاجه. موبايل هيقدم لك كل حاجه انت محتاجها، هيقدم لك كاميرات كويسه، هيقدم لك معالج مستقر، مش افضل حاجه ولكن هو معالج شغال، هيقدم لك شاشه خرافيه تقدر تتفرج على محتوى بشكل حلو قوي كمان، والالوان حلوه جدا. وكمان بيديك بطاريه بتكمل معاك طول اليوم، وبيديك تصميم من بعيد اللي يشوفه يحس ان هو من سلسله الاس. فالجهاز بصراحه بيقدم لك كل حاجه كويس. ولكن لو انت مهتم جدا بالالعاب ورقم واحد عندك الالعاب، فممكن تشوف اي جهاز تاني بمعالج اعلى شويه في الفئه السعريه دي. غير كده اي حاجه تانية انت مهتم بيها هتلاقيها في الجهاز ده افضل من اي جهاز في الفئه السعريه بتاعته. خليني مش عامم يعني، من معظم الاجهزه مش كل الاجهزه. وبس كده، وبكده اكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك ورا بعض، وفعل زر الجرس عشان نوصل لكل الفيديوهات الجديده، ولينك الانستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.